العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. بناء 25 مدرسة في إقليم شمال البحر الأحمر. مدرسة الموسيقى تخرج 36 طالب. دعوة لمنتج الملح لخلط اليود. مقتل 117 على الأقل في جنوب إفريقيا، والحكومة تنشر 25 ألف جندي. منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة أشد خطورة. وبايدن وميركل يعملان على إصلاح العلاقات الثنائية بينهما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر في التقييم نصف السنوي بناء 25 مدرسة في ريف الإقليم النائي بما يتماشى مع تضاريس ومناخ الإقليم. وبحث الاجتماع المنعقد يوم 16 من يوليو الأعمال المنفذة في الأشهر الستة الماضية في التنمية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وغيرها. وأوضح التقرير المقدم في الاجتماع إكمال مشاريع مياه قلعة الرافايليه في إطار جهود حصول المواطنين على مياه الشرب الصالحة والقيام بالدراسات لبناء سدود سطحية وجوفية في مديريتي قرورة وأدوبحة، وسيبدأ العمل قريباً. وأشار إلى تنفيذ أعمال فعالة لبناء وصيانة المجاري التحويلية وإصلاح مجاري المياه وبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية. وحول أوضاع الأشجار والحياة البرية، أوضح الاجتماع أن الغابات والحياة البرية في وضع جيد في مديريات قندح وقلعلو وفرو ونقفة رغم الوضع المقلق لاقتلاع الأشجار. وذكر التقرير إحداث تغيير إيجابي في الخدمات الصحية وبرامج إصحاح البيئة والتجهيزات الأساسية والأدوية في المؤسسات الصحية، وخاصة السيطرة على الأمراض المعدية. وأفاد تقرير قسم التنمية المعمارية تنفيذ أعمال إعادة بناء مدرستي وينا ومحبار الفنية وسيران العمل لبناء فصول إضافية في مدرسة وينا الفنية، وإنجاز 60% من بناء مشروع تجفيف السمك في جمهيل بمديرية دهلك. وبحث الاجتماع التقارير المقدم وأوصى للدفع بإرساء مشاريع المياه في الريف النائي ومواصلة جهود إقامة المحميات والتشجير وتشجيع إدخال الطاقة البديلة وغيرها من التوصيات. وقالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام الاجتماع: يجب استكشاف القدرات البشرية جيدا للدفع بكافة مجالات التنمية عامة وحملة التنمية الوطنية خاصة، ورفع إنتاج مشاتل الإقليم كما ونوعا، داعية لتعزيز مساهمة جميع المواطنين خاصة الشباب. خرجت مدرسة الموسيقى اليوم 18 من يوليو 36 طالب بعد دراسة ل3 سنوات. وقال مدير المدرسة الأستاذ إلياس ولد جبرائيل إن الطلاب تلقوا الدراسة النظرية والتطبيقية إلى جانب التعليم الأكاديمي في التاريخ الموسيقي وتكنولوجيا الموسيقى والعزف الجماعي وأساسيات الأدوات الموسيقية التقليدية في البلاد. وأوضح مسؤول جودة التعليم الوطني والفني في وزارة التعليم السيد معشوق برتنسائه أن الموسيقى بطبيعتها تتطلب المتابعة المستدامة ومكان تدريب ملائم، ومن المهم سد نواقص مدرسة الموسيقى الأساسية لنتائج أفضل. دعا مسؤول الطاقة والمعادن في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكائيل ملس لدى لقائه منتجي الملح يوم 16 من يوليو، دعا الجمعيات التعاونية العاملة لإنتاج الملح في ضواحي مصوع وهي زعكر وقرقسوم وحسمة لخلط اليود مع الملح. وأوضح تقديم الدعم العيني والتدريب لجمعيات إنتاج الملح لإدخال اليود في الملح لأهميته في الصحة العامة، ويظهر في بعض الأحيان حاليا تقديم الملح للأسواق دون مادة اليود ويجب تصحيحها. ودعا تنسيق جهود جميع المؤسسات لرفع وعي المجتمع بأهمية اليود في الملح.
وأوضح المشاركون في الاجتماع إدراكهم أهمية اليود في الملح، منادين لحل نواقص المهنية والعينية، وجعل شارة لمنتجات كل جمعية للتعرف بسهولة على مرتكبي القصور. يذكر أن مؤسسة المعايير الإريترية أصدرت قانون عام 1997 تجبر المنتجين والتجار لضمان خلط اليود في الملح سواء المستخدم للإنسان والحيوان بموجب السلطة الممنوحة لها بالمرسوم رقم 75995. أفاد الاجتماع التقييمي للتعليم في مديرية دباروا تنفيذ أعمال مرضية لنشر متوازن للخدمات التعليمية وتحقيق الجودة. وبحث الاجتماع المنعقد يوم 13 من يوليو المميزات والقصور بعد استئناف التعليم بعد التوقف بسبب وباء كورونا. وأوضح مسؤول الخدمات التعليم في المديرية الأستاذ عقبة ملاس في التقرير الذي قدمه بلوغ نسبة النجاح 84% في 30 مدرسة في العام الدراسي 2019-2020، ومقاطعة حوالي 8% من الطلاب الدراسة لأسباب مختلفة. وأشار إلى أن مدرسة دكيتوعنا وليتو وعد بزحنس وعد قدا ومدرسة دباروا الثانوية تحتاج إلى الصيانة. من جانبه دعا مسؤول التعليم في الأقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كداني لتعاون مدراء المدارس والمعلمين مع الإدارات لرفع جودة التعليم والتعرف على أسباب مقاطعة الطلاب للدراسة وحلها. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. حشدت جنوب إفريقيا جنودها الاحتياط، وتستعد الحكومة لنشر آلاف الجنود في محاولة لوقف العنف الذي يهز البلاد منذ نحو أسبوع. وساد هدوء نسبي في جوهانسبرغ التي شهدت أعمال النهب وتخريب نهاية الأسبوع الماضي بعدما اندلعت في بلاد الزولو شرق البلاد عقب سجن الرئيس السابق جايكوب زوما. وبدأ العديد من المواطنين المعتادين الإمساك بزمام الأمور في بلد تعاني مؤسساته الوطنية من عجز مزمن للقيام بعمليات التنظيف والتصليح. في غضون ذلك كان الجيش يستعد لزيادة عناصره على الأرض من أجل تحقيق استقرار لهذا الهدوء النسبي في جوهانسبرغ وتهدئة المناطق الأكثر توترا خصوصا المدن الكبرى. حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا ربما تكون أشد خطورة. وقال خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام للمنظمة في بيان عقب اجتماعهم إن الوباء لم ينتهي بعد. وقال خبراء اللجنة إن هناك احتمالا كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشد خطورة وحتى أكثر صعوبة في احتوائها، ومن تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية. وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن 4 متحورات مثيرة للقلق لفيروس كورونا هي ألفا وبيتا وغاما ودلتا. والمتحور دلتا الذي رصد أول مرة في الهند ينتشر بسرعة عالية جدا في أنحاء العالم، مما يتسبب في عودة ظهور الوباء بقوة، وهو أشد عدوى بكثير من غيره لأنه أكثر مقاومة للقاحات التي لا تزال توفر رغم ذلك حماية جيدة من الأشكال الأكثر خطورة لإصابات كوفيد-19 ومن خطر الوفاة.
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المكتب البيضاوي، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى واشنطن بأنها فرصة جيدة لمناقشة العلاقة الألمانية الأمريكية والتحديات الجيوسياسية الراهنة. جاء ذلك في تصريح مقتضب لميركل من المكتب البيضاوي، وهي أول زعيمة أوروبية يتم استقبالها في البيت الأبيض بعد انتخاب الرئيس جو بايدن. وخلال استقبالها أشاد بايدن بالمستشارة التي وصفها بالصديقة للولايات المتحدة، وقال إن ميركل زارت هذا المكان مرارا، ومن المقرر أن تناقش ميركل مع بايدن قضايا التغيير المناخي وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد ومستقبل أفغانستان بعد انسحاب الناتو. ويشدد البيت الأبيض على أن استقبال ميركل هو زيارة عمل إلى حد كبير، أكثر منها مراسم وداعية للمرأة التي اعتبرت أكثر زعماء أوروبا حزما خلال 16 عاما أمضتها على رأس أكبر اقتصادات القارة. اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلين من طالبان بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان، حسب ما أعلنت الشرطة. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار جنوب جمال ناصر باركازاي إن القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين. وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسي بالبلدة الحدودية. وكانت حركة طالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع في إطار هجوم واسع شنه المتمردون في مطلع مايو مع بدء خروج القوات الأمريكية من هذا البلد. ويعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى طالبان، إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني، حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يرسلون إلى أفغانستان للقتال. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. بناء 25 مدرسة في إقليم شمال البحر الأحمر. مدرسة الموسيقى تخرج 36 طالب. دعوة لمنتجي الملح لخلط اليود. مقتل 117 على الأقل في جنوب إفريقيا، والحكومة تنشر 25 ألف جندي. منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة أشد خطورة. وبايدن وميركل يعملان على إصلاح العلاقات الثنائية بينهما. ختام النشرة، إلى اللقاء.